بس الفيتش اللي تحت جوزها مسافر بره، احنا ساكنين في بيت عيله كلنا مع بعض. ايه زواق الدنيا وحلاوه الدنيا ومكياج الدنيا، على طول بقى رسم حواجبها، حاطه الكحله الروج اللي مش عارفه ايه، مهتميه بنفسها اخر اهتمام، كأن جوزها معاها في البيت، مش كأنها قاعده لوحدها مع العيال. تنزل عليها مطرح ما تنزل في اي وقت، صبح ظهر ليل، تلاقيها لابسه العبايه، بتجيب شويه عبايات بفلوس والمكياج والمش عارفه ايه، وشعرها حلو وجميل كده وسايح ونايح وايه. حتى لما تطلع لي فوق، تطلع لي الشقه، انا جوزي بيبقى قاعد، بتطلع على سنجة 10، سنجة 10. فالموضوع ده ضايقني. قال لا انت بتطلعي لي الشقه ليه على سنجة 10 وفي راجل قاعد وانت معكيش راجل؟ يبقى انت قصدك ايه؟ يبقى انت قصدك حاجه مش كويسه. رحت خدت الكلام ورحت قلت لحماتي، انا بفضفض معاها، بحبها حماتي، انا بعتبرها زي امي. قعدت افضفض معاها، قلت لها بصي ياما اللي بيحصل، دي بتطلع لي بص حاطه اصفر واخضر واحمر وبتاع، ثم انا ما بقعدش معاها قاعده الا لما الاقيها ماسكه التليفون تشكي 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 تشكي، بتبعت لحد وحد بيبعت لها. قالت لي فكرك ان هي تعرف حد عليه؟ قلت لها الله اعلم ياما، اصلك دي اعراض، انا ما اقدرش اتكلم في حاجه زي كده، وارد انا ما اعرفش. هي طب ما هي برضك بتتزوق كده لمين؟ على طول على سنجة 10 كده لمين؟ والتليفونات اللي تك تك دي لمين؟ ثم ان هي بتنزل بتستأذنك ياما؟ قالت لي لا يا بنتي عمرها ما نزلت. قالت لي انا نازله ياما ولا طالعه. قلت لها طب ياما، يبقى هي نازله طالعه نازله طالعه، محدش يعرف لها حاجه ولا عارف رايحه فين ولا جايه منين. قالت لي خلاص سيبي لي انا الحوار ده وانا اتصرف فيه. راحت رفعت سماعه التليفون على ابنها وقالت له دلوقتي مراتك 1 2 3 وبتعمل كذا، ثم ان هي طالعه نازله ومحدش بيبقى عارف هي رايحه فين وجايه منين. هو انت ليه ما بتقولهاش تنزل ان هي تستأذن مني او تستأذن من اخوك؟ راح قال لها بصي ياما انا مراتي محترمه، انا عارف عنها كل حاجه وعارف هي بتروح فين وبتيجي منين، ما بتنزلش نازله لما بتقولي، وبعدين انا بفتح معاها كاميرا اللي هو اشوفها بتعمل ايه وكده. راحت قالت له خلاص اللي انت شايفه طالما انت واثق فيها خلاص احنا تمام يعني ما يجروش. فانا الكلام مش داخل عليا ومش جاي معايا. كنت قاعده عندها كده مره ومش عارفه حصل ايه كده في الفيسبوك بتاعها، فمش عارفه عايزه تجيب الرقم السري دوا وبتاع وحوار كده. المهم انا ايه، غيرت هي الرقم السري، انا لقطته من على الموبايل وطلعت فتحت الفيس بتاعها. قلت بس انا اكيد هلاقي حاجه اعرف بقى بتكلم مين وانزل اقول لحماتي واقول لجوزها وخلاص وخلصنا، بدل القرف اللي هي عاملاه لنا دوت والالوانات والروايح اللي هي حطاها لي 24 ساعه دي. المهم مع ان انا احلى منها يعني، هي سمره وتخينه وشعرها كرت، انا الحمد لله بيضه وشعري ناعم وحلو، لا انا احلى منها بكتير، بس هي بتهتم بنفسها اكتر. المهم يعني انا فتحت الفيس قلبته فوق وتحته، مفيش ولا رساله واحده لواحد ولا في اي حاجه. هي طلعت ما بتخونوش ولا اي حاجه خالص، يعني عكس ما انا كنت متوقعه. بس ايه الرزق ده بتاع ربنا، لقيت قدامي مسجات بعتها لحد من قرايبها، قاعده بقى بتتكلم على حماتي اسوأ كلام في الدنيا، تقول لك دي حربايه، دي عايزه تتحكم فيا وفي حياتي، دي عايزه تعرف انا رايحه فين وجايه منين، وقايله بقى ايه عليها من المنقي خيار. انا رحت واخده بقى كل المسجات دي، واخداها كده ايه اللي هو لقطه الشاشه دي، ورحت نازله لحماتي قلت لها يما انا هقولك بس الكلام ده بيني وبينك، علشان الكلام دوت لو اتعرف انا ايه هروح في داهيه، جوزي طلقني. قلت لي عيب يا بنتي ده انت الله، واحنا اول مره، ده احنا بينا اسرار الدنيا. وريتها بقى المسجات دي كلها. المهم راحت هي مكلمه ابنها وقالت له تنزل لي عشان تطلقها، انا مش هقعدها معايا في البيت. طبعا انا في التوقيت ده ايه، انا برضك ايه قاعده بدور يمكن الاقيها مثلا ايه بعت رساله لواحد كده رساله لواحد كده، ايه انا لسه مش لاقيه حاجه، مش ماسكه عليها حاجه. المهم الموضوع كبر، وراح جوزها زعق وقال لها انت حطاها في دماغك ليه وانت مش عارفه ايه، والحكايه كبرت، وقال لها خلاص انا نازل الاسبوع دوت وهحل الحكايه ده هي. طبعا الموضوع كبر خالص. انا دلوقتي اللي انا خايفه منه ان حماتي ما تعرفش تسكت لحد اكتر من كده، ما هو برضك عايز يعرف مين اللي قال لها وحصل ازاي، فانا خايفه تجيب سيرش. انا عارفه حماتي اصلك مش هتفضل ساكته كتير، ما هي لازم تقول جابت الحاجه دي منين ولا مين اللي قال لها وقال لها ايه. انا دلوقتي عارفه ان انا لو اسمي او سيرش جابت، انا ده هيبقى فيه خراب بيتي.
فانا دلوقتي عماله اقلب، انا مش لاقيه لها رساله مع اي واحد ولا حاجه، بحيث ان انا اروح نازله مورياها لحماتي ومورياها لجوزي وجوزها واحطهم في عينيها، فيبقى ايه، نتطلق ونخلص والحكايه خلصت على كده وتروح في 60 داهيه. مش لاقيه لها. وانا خايفه برضك الحكايه ده هي لو اتعرفت ان انا سببها دي هيبقى فيها خراب بيتي، فمش عارفه الم الليله دي ازاي ولا اتصرف ازاي في الحوار ده.